وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما خاطبه مخاطبة من غير واسطة. الكلام لأن جاءنا بيان الكلام كلام الله تعالى. والسلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين يثبتون كلام الله صفة من صفاته ولا يتأولونه بأي نوع من التاويل، كما في كتاب خلق الأفعال البخاري وكتاب السنة لأبي زيد القيرواني لابن أبي زيد، هذا خطأ لابن أبي زيد القيرواني وكتاب السنة. استنى شوي حتى أشرح. السلف الصالح من الصحابة والتابعين يؤمنون بأن القرآن كلام الله والتوراة والإنجيل وكل ما أنزله الله على الأنبياء السابقين فهو كلام الله، ولا يتأولونه بآرائهم. والكتب التي تبين كلام الله على الصحيح هي التي نذكرها الآن. الأول كتاب السنة لابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة، فهو ذكر شيئا قليلا من العقائد في أول الرسالة، ولكن له كتاب خاص بالعقائد اسمه كتاب السنة، وذكر فيه أن القرآن كلام الله وأنه صوت وحرف وعربي، ولا عبرة بقول السنوسي والكلام الذي ليس بحرف ولا صوت ويتعلق بما يتعلق بالعلم، هذا باطل بهتان. الكلام الله هو القرآن بحروفه وأصواته، والدليل على ذلك قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يقول الله للنبي عليه الصلاة والسلام يقول بالعامية إذا واحد من الكفار المشركين أطلب منك الأمان يا محمد أعطيه الأمان، إذا بغى يطلع على الدين ويسمع منك القرآن أعطيه الأمان حتى يدخل لبلادك ويسمع كلامك وتبين له قراءة القرآن وتشرح له وتبين له وبلغوه في الأمان إلى محله، بغى يأمن ولا ما يأمنش كيفه حريته. هذا معنى كلام الله. هنا اللي يسمعوه هذا المشرك منين يسمعوه؟ من النبي، والنبي ينطق بحروف وأصوات، فكلام السنوسي باطل وضلال. وإيمان الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين وأن الكلام هو كلام الله نطق به وبلغه رسول الكريم، وهو هذا نفسه القرآن. أما الكلام النفسي الذي يزعمونه وهو أنك هو ليس بحرف ولا صوت وهو صفة قول الله فهو باطل لا وجود له، لأن الكلام في لغة العرب لا يطلق إلا على الحروف والأصوات، وإذا أردنا نطلق على كلام النفس نقول قلت في نفسي بقرينة. حاصل نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاعتقاد الصحيح والعمل الصحيح واتباع النبي الكريم ونشفع